السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هقولك لما يجيلك ضيوف على غفلة وتكوني محتارة تعملي ايه. كيلو لحمة، هتبص تلاقي نفسك كفيتي البيت كله والضيوف كمان. كيلو لحمة هنعمله شاورما. ومعاه بقى ده كايزر، حمرت بطاطس وعملت طحينة وزبادي. الموضوع سهل وبسيط وما شاء الله كفى ووفى. اول حاجة ده كيلو لحمة، قطعته بالطريقة دي وعليه قطعة دهن. هنعمل بقى التتبيلة بتاعته. بنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من المايونيز، كركم وكاري، بابريكا، كمون، توم باودر، بصل باودر. دي بقى يعني بتاع 4 معالق من الخل، 3 معالق زيت كده او 4 معالق زيت. هنقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض زي ما انتم شايفين، ندخل كل المكونات كده في قلب بعضها. بعد كده هنجيب اللحمة وننزل بقى باللحمة كده ونقلب كل الحاجات دي في قلب بعض. عايزة التتبيلة دي تخش في قلب اللحمة. وفي كمان بس ما كانتش باينة، 1/4 معلقة سكر. هنقلب بقى كل المكونات كده مع انا عايزة كل التتبيلة دي تخش في كل حتة في اللحمة. نقلبها كويس جدا جدا. يا سلام بقى لو عملت التتبيلة دي باللحمة قبلها بيوم، بتبقى بصراحة جميلة جدا. ان ما كانش ممكن يبقى ساعتين او 3. بعد كده بقى ابتدينا نجهز بصل، دي طماطم اللي هي منزوعة منها البذر، وفلفل. نزلت بقى بمعلقتين 3 زيت، وبعد كده هنزل بالشاورما زي ما انت شايفة كده. بس هسويها كده ومش هقلبها غير لما تاخد صدمة من تحت. الكمية اللي تحت دي تاخد صدمة، وبعد كده ان شاء الله نبتدي نقلبها زي ما انت شايفة كده. ابتدت تاخد لون من تحت، هنقلبها برضو تقليبة كده خفيفة ونسيبها برضو تاني. عايزة اقولك بقى القطع الدهن الصغيرة دي بتدي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي قوي. هنزل بقى دلوقتي بالبصل والفلفل. لو عندك فلفل الوان وعايزة تضيفيه برضو بيبقى جميل، ضيفيه. هنقلب بقى تقليبة كده. هي اللحمة كده دخلت على يعني ايه تلتين سوا زي ما انت شايفة. انا الملح طبعا مش هضيف ملح غير في الاخر خالص. انا ما لو اخدتي بالك انا ما ضفتش ملح في التتبيلة، سبتها بقى لما اتشربت زي ما انت شايفة بالطريقة دي. ما شاء الله تهدي النار بقى في المرحلة دي، تهدي النار وتسيبيها تستوي على نار هادية. شايفة ما شاء الله بصراحة يعني ريحتها روعة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما انت شايفة ما شاء الله خلاص هي دخلت على سوا اهي. حطيتها بقى في صينية اهي، ما شاء الله شايفة من تحت عاملة ازاي. حطيتها في صينية ودخلتها تحت الشواية بس دقيقتين، اخدت اللون التحفة ده. الدهنة اللي بتبقى فوق الوش دي لما بتتلسوع بالطريقة دي بتبقى جميلة جدا جدا. وزي ما انت شايفة ما شاء الله الموضوع سهل وبسيط. ولو عندك 10 أنفار هيكفوهم ما شاء الله وأكتر كمان. وحمرت جنبها بطاطس، عملت طحينة وعملت زبادي. وزي ما انت شايفة بقى وبألف هنا وشفا. الموضوع سهل وبسيط. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.